بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل جلاش بالمهلبيه او بالقشطه الكدابه. حلو جدا. عملناه قبل كده بالكاستر، كان طلع رهيب بصراحه. هعمله لكم تاني ان شاء الله. بجد لازم من اجمل المرات اللي عملت فيها جلاش، او نقول عليه بقلاوه. معانا ان شاء الله. نبتدي بالشربات علشان الشربات لازم يبقى بارد. فدي كوبايه ونص، ادي كوبايه ونص اهو. تمام. ومعانا كوبايه ونص ميه، ادي كوبايه ونص ميه. احنا مش عايزينه خفيف، مش عايزينه تقيل. ماشي. بعد ما بيغلي هنحط عليه عصره الليمونه دي، يغلي 10 دقايق مش اكتر. هنعمل بقى الحشوه اللي هي المهلبيه او القشطه الكتابه. سهله جدا، ما فيهاش اي مشاكل. كوبايتين لبن، هي العلبه فضيت بس خلاص محتاجناش اهو. كوبايتين لبن، انا كنت مجهزه لبن تاني وكنت هحط. تمام. معانا بقى السكر ده حسب راحتك، لان احنا كده كده هنحط شربات. فالسكر ده احنا هنكتفي ب3 معالق بس، علشان تبقى من جوه برضو ايه، سكرها يعني معقول. تمام. 3 معالق دول هنحط 3 معالق نشا. لو وصلنا لحد هنا واول مره تشوفوني، يا ريت تشرفونا بالاشتراك واللايك لو الفيديو عجبكم. يلا نشترك في القناه يا جماعه. يبقى احنا حطينا هنا كوبايتين لبن، 3 معالق سكر، 3 معالق نشا. هنقلب كل ده على البارد الاول علشان ندوب السكر وندوب النشا علشان ما يكلكعش معانا. تمام. احنا عملنا قبل كده الوصفه دي بالكاستر، كانت حلوه جدا برضو، موجوده على القناه. جلاش بالكاستر من احلى بجد وصفات الجلاش اللي عملتها. هنقلب ده ونرفعه على النار لحد ما يتخن، يبقى قوامه مناسب ان انا احشي بيه الجلاش. يا جماعه، اول ما نلاقيه بيعمل بابلز كده خلاص القوام ده حلو قوي اهو، حلو قوي كده. هنسيبها تبرد. احنا عملناها وعملنا الشربات الاول علشان تبرد، وهنبتدي بقى نجهز الجلاش نفسه. بصوا يا جماعه، ادي لفه الجلاش اهي، انا سويتها، طلعت ده منها اللي هو مهلهل، مش هيدينا شكل حلو. فاحنا هنعمل ايه، هنقسمها على 3 كده اهو كده. كده تمام. معلش الدوشه دي. وبعدين هنعمل كده، هنعمل كده اهو. هتبقى كبيره، هي تبقى كبيره مش مشكله. ماشي، احنا عايزينها بقلاوه كبيره. تمام. بصوا يا جماعه، انا قلت بدل ما اعملها كبيره قوي تبقى الواحده على قد يعني ايه قطمه واحده اهو، فقسمتها 2. تمام اهو. هناخد البوز ده كده ونعملها زي المثلثه دي كده. هي سهله جدا اهي. اي زوايد بقى بنطلعها بنستغلها في حاجه تانية. تمام اهو. على فكره بتطلع حلوه جدا وسهله بقى، ولا تورقي ولا تعملي الوجع القلب ده كله. هي كلها هتشرب سمنه. انا اوريكي الطريقه ازاي. وادي اهي يا جماعه. تمام. هنعمل الكميه دي كلها. ادي برضو اهي اللي قصيتها منها اهو.
تمام. انا لقيت ان هي حجمها كده هيبقى حلو قوي. اهو يا جماعه، هنشبعها بقى سمنه. دي حوالي كوبايه سمنه، كوبايه كبيره. تمام، هي هتشرب السمنه دي كلها. عارفه بقى حلويات الشرقيه، الحلويات الشرقيه يعني سمنه. تمام. نشربها كلها كده. طب انت حابه ممكن تعملي الحركه دي اهي. تمام، ممكن تعملي الحركه دي بحيث انها تشرب من السمنه علشان نعرف نفتحها كويس. انا حطيت السمنه اهي لحد ما تستوي تتحمر. يعني لو لقينا السمنه زياده احنا بنصفيها تاني. احنا نحاول بس كده ايه، اللي ما فيهاش سمنه نشبعها سمنه. تمام، هحطها في الفرن. هتطلع سخنه. الشربات طبعا انا عاملاه بارد، والقشطه بتاعتها لازم تكون بارده. احنا طلعناه اهو سخنه. انا صفيت منه طبعا السمنه الزياده اهي، بس علشان كانت تتحمر كويس. هنا دي سخنه لسه طالعه اهي. هنا الشربات بارد اهو. هننزل كده عليها لان هي صعب ان هي تفتح. وهي يعني مثلا هوريكم مثلا واحده دي مش هتفتح اهي، شايفين؟ مش هتفتح الا اذا اتحط عليها شربات. تمام، فهنسقي كويس كده علشان نعرف نفتحه ونحشيه. الطريقه دي حلوه، هي دي طريقه المحلات. يلا حبايبي، بفكركم بالاشتراك. تمام، هي اول ما هتشرب هتلاقي الواحده بنفسها اتفتحت كده، تعرفي بقى تحشيها بسهوله. انا طبعا لان ما عنديش كيس الحلواني وما عنديش كيس ثلاجه دلوقتي، كنت وريتكم الطريقه ازاي بحشيه بالكيس، بس انا دلوقتي هحشيها اهو يا جماعه. كده بقى ايه، هنفتح بايدينا. بصوا بتفتح بسهوله ازاي. صفي بس الشربات كده زي ما قلت لكم. ما عنديش بس كيس اهو، ما عنديش كيس حلواني. احنا هنحشي كده بايدينا اهو. نشوف واحده كمان. بس بقت بتفتح بسهوله خالص اهي. تمام، لازم يكون هي بردت. القشطه بارده، لان هي لو لسه سخنه هنحط جواها القشطه الكدابه دي او الكاسترد او اي حاجه من اللي احنا هنحشيها دي، طبعا هتسيح جواها. هنكمل بقى الكميه دي وارجع لكم. وادي حبايبي اهو. حبه عندك فستق، عندك حتى سوداني مطحون، اي حاجه رشي عليه. بس انا بكتفي بكده وبيبقى طعمه حلو جدا. مش حابه تحشي، انا اهو عملت كام واحده مش محشيين. حابه ترشي عليه جوز هند براحتك. انا بس بقول لك افكار لان انا مش بعمل كده. يعني احنا عندنا مش بنعمل كده لان هم بيحبوها بالشكل ده. حلوه مش مكلفه. بنجيبها غاليه جدا. احنا بنجيبها من الصوره دي غاليه جدا. دي حشوه سهله، طريقه الجلاش سهله. بالهنا والشفا. ما ننساش بقى اللايك والاشتراك وشير لو الفيديو عجبكم. وهقول لكم ايه بقى، ما تنسوش الاشتراك. شكرا يا حبايبي، وجربوا الوصفه دي بجد بامانه حلوه جدا. شكرا وباي باي.